الأصدقاء الأعزاء، الصديقات العزيزات، مرحبا. في السنوات الأخيرة حزب العمال الكردستاني وتفريخات هذا الحزب على صعيد التشكيلات العسكرية في سوريا، وحدات حماية الشعب، وحدات حماية المرأة، قوات سوريا الديمقراطية، كل هذه التكوينات العسكرية التي تأتمر بأمر حزب العمال الكردستاني وجناحه العسكري، عندما تكشف عن هويات الضحايا الشهداء من المقاتلين والمقاتلات، تذكر البيانات الشخصية، اسم الأب، اسم الأم، الاسم الحركي، وتاريخ يعني مكان الولادة، لكن تتجنب ذكر تاريخ الولادة. طبعا أنا لاحظت أنه هذا الأمر يتكرر على أقل تقدير يعني في الثلاث سنوات الأخيرة، سنتين أو 3 سنوات الأخيرة. ويعني في أسفل هذا الفيديو نموذج لإحدى يعني تلك البيانات التي صدرت من قوات الدفاع الشعبي الكردستاني، الجناح العسكري لحزب العمال الكردستاني، وفيها يعني ذكر أسماء 3 مقاتلين من الحزب وفق تلك يعني البيانات الواردة. وراح تشوفوا يعني صور في هذا يعني كما يعني تظهر في الصور في هذا الفيديو. وفي أسفل الفيديو أيضا هنالك رابط يعني يحيلكم إلى الخبر. طبعا بالنسبة لي هذا الموضوع لا يثير التباس أو غموض أو تساؤل، أو ربما بالنسبة لكثيرين هذا الموضوع يمر هكذا مرور الكرام. لكن موضوع هذا الفيديو سأحاول أن أركز أنه شو اللي بيخلي حزب العمال الكردستاني، ما الذي يدفع هذا الحزب إلى ونحن يعني في 2021 إلى عدم ذكر مواليد المقاتلين الضحايا بالدقة، لأنه بحسبة بسيطة يعني تاريخ الانتساب والمواليد وتاريخ فقدان الحياة رح يعني نعرف أنه هذا الحزب أو جند هذا الشخص في السن القانونية ولا يعني ولا لا. ومعلوم يعني وفق قوانين والأعراف الدولية أنه تجنيد الأطفال جريمة حرب، جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم. وكمان معروف أنه متابعة الأحزاب والجهات والأنظمة والمؤسسات الإعلامية والسياسية وكل شيء يغطي على جرائم ضد الإنسانية، ويعني يتم تصنيف كل هذا الفريق على أنهم يعني متورطين في هذه الجرائم. يعني حزب العمال الكردستاني بصفته كتنظيم سياسي عسكري وكل المؤسسات الإعلامية وكل فروع الحزب، حزب الاتحاد الديمقراطي، حركة المجتمع الديمقراطي، حزب الشعوب الديمقراطي، حزب الحل الديمقراطي، كل الهيئات الديمقراطية هي متورطة في أي جريمة مهما كانت بسيطة ارتكبها حزب العمال الكردستاني سابقا وحاليا. كل هؤلاء المتواجدين في البلدان الأوروبية تحت مسميات لا حصر لها من هيئات ومؤسسات إعلامية ومراكز بحثية وهيئات حقوقية وممثليات عن حزب الاتحاد الديمقراطي، كلهم مسؤولين مسؤولية قانونية وسياسية وأخلاقية أمام جرائم الحرب التي ارتكبها حزب العمال الكردستاني
وأبسط تلك الجرائم هي تجنيد الأطفال. ما الذي يدفع حزب العمال الكردستاني إلى حذف مواليد المقاتلين الضحايا في هذه الفترة اللي يعني مش معقول أنه مواليد الضحايا يعني مجهولة؟ الحزب يذكر المكان ولا يذكر التاريخ وفق الصور اللي شفتوها. قبل الخوض يعني في هذا الموضوع، دعونا نذهب إلى الموقع الرسمي لحزب العمال الكردستاني، وماذا يقول عن قوانين الحرب النظام الأساسي لهذا التشكيل العسكري للجناح العسكري، كيف يتعامل مع الطفل، كيف يتعامل مع المدنيين. دعونا ننظر في الصور القادمة. وأيضا أسفل هذا الفيديو سيكون هنالك رابط يحيلكم بشكل موثق إلى تلك القوانين وتلك المبادئ التي يتبناها هذا التشكيل العسكري، يعني نفس المبادئ انتهكها هذا التشكيل العسكري، بمعنى أنه كل ما يقال من التزامات مع مؤسسات دولية ومع منظمات حقوقية معنية بحقوق الطفل، معنية بحقوق المدنيين، كل تلك الالتزامات يعني هي حبر على ورق ولا تطبق ضمن حزب العمال الكردستاني، بدليل وحدات حماية الشعب في حزيران 2014 وقعت مع بيان جنيف بروتوكول أو يعني حماية الأطفال وعدم تجنيد الأطفال ومناهضة تجنيد الأطفال. لكن منظمة هيومن رايتس ووتش بعدها بعام أصدرت بيانا انتقدت فيه قوات حماية الشعب الجناح العسكري لحزب الاتحاد الديمقراطي على مواصلة انتهاكات تجنيد القُصّر والأطفال، يعني سواء كانوا ذكورا أو إناثا. كمان أسفل هذا الفيديو سترون رابط البروتوكول اللي وقعته قوات حماية الشعب، ورابط بيان منظمة هيومن رايتس ووتش اللي بينتقد قوات حماية الشعب على مواصلة تجنيد الأطفال. لنذهب إلى موقع قوات الدفاع الشعبي الكردستاني هاباجا أو HPG ونرى ماذا يقول هذا التشكيل العسكري في نظامه ومبادئه وأخلاقياته. أكرر هاي البنود الموجودة في الصور، أنا عامل سكرين شوت ومنزل الرابط كمان تحت. هاي البنود والمبادئ والقوانين هي من دستور أو النظام الداخلي لقوات الدفاع الشعبي الكردستاني الجناح العسكري لحزب العمال الكردستاني. وطبقا لهذه المعايير والمبادئ يعني كمان هذا الفيديو يعني يستند إلى هاي المبادئ، إلى هذه المعايير الموجودة، عشان ما حدا يجي يعني يتفزلك أو يشتم، أو إما أن تحذفوا هذه المبادئ أو تحترموها. يعني المبادئ هي مبادئ الحزب، يعني مبادئ الجناح العسكري لحزب العمال الكردستاني. شو بتقول يعني من ضمن، وراح تشوفوها يعني من ضمن اللي بيقول يعني باللي بتقوله ما تقوله هذه المبادئ تطبيق القوانين الدولية لمبادئ حقوق الإنسان، ويسمح للإعلاميين
والصحفيين بالتحرك والمتابعة ضمن ساحة الحرب. طبعا هذا مش صحيح. قولا واحدا الصحفيين ممنوع عليهم يدخلوا المناطق اللي تحت، إلا باستثناء الصحفيين والإعلاميين اللي التابعين للحزب أو الموالين للحزب أو اللي راح يعملوا تقارير و بما تنسجم يعني تلك التقارير مع ما يريده الحزب من تسويق إعلامي. وهذا جرى، يعني جرى مع قناة العربية، جرى مع قناة الجزيرة، جرى مع قنوات أخرى. يعني عندما كانت تلك القنوات يعني توفد مراسليها إلى مناطق سيطرة الحزب في جبال قنديل ومناطق زاب ومناطق أخرى، التقارير التي يعني كانت أو تبث في قنوات التلفزيون كانت منسجمة تماما مع التسويق والترويج لحزب العمال الكردستاني. عدا ذلك يستحيل يعني. وأنتم شفتوا في تقرير الجزيرة المسافة صفر، كيف أنه الصحفية دخلت إلى تلك المناطق لكن خرجت بمادة أخرى تتحدث عن أنفاق حزب العمال الكردستاني وعن انتهاكات حزب العمال الكردستاني. يعني وصار هجوم على مواقع السوشيال ميديا بشكل إصدار بيان رسمي ينتقد تلك الصحفية التي يعني أظهرت يعني يمكن 5% من ما يجري هناك في روجافا تحت سيطرة حزب العمال الكردستاني. إذا المبدأ الأول فيما يتعلق بالسماح للصحفيين أنه يدخلوا يعني مش ساحة حرب، روجافا مش ساحة حرب، رفضوا يعني واستهدفوا تلك الصحفية وصحفيين آخرين. مش بس هيك، في شلة من المافيا أو يعني اللي ما لهم أصلا ما لهم علاقة بالعمل الإعلامي يستهدفون الصحفيين والإعلاميين المحايدين في روجافا، عدا عن مناطق سيطرة الحزب في جبال قنديل. حاليا في هالفترة يعني زميلين وصديقين هما إيفان عمر حسيب وشيفان إبراهيم يتعرضون إلى ضغوط وإلى حملة تشكيك مثل ما أنا تعرضت يعني للحملة. صار لي 10 سنين عم أتعرض يعني، ولا يعني شيء إيجابي، شيء يعني يفترض أن هذا من مهام العمل النقابي، أنه النقابات الكردية والمعنية بشؤون الكتاب والصحفيين أن تصدر بيانات منددة بما يتعرض له شيفان إبراهيم وإيفان عمر حسيب من استهداف. لكن نفس المنظمات المعنية بالاتحاد الكتاب والصحفيين واتحاد الصحفيين وما بعد شو، يعني شافت هوشنغو سيتعرض لنفس وربما أشنع يعني من ما تعرض له شيفان إبراهيم. يعني وكانت ساكتة لأسباب يعني لا أعلمها، ربما لأنه يعني هناك جهات سياسية يعني تساند لأنه الاثنين منظمين ضمن أحزاب كردية يعني أو مقربين من أحزاب كردية، وأنا ماني مقرب. يعني أنا مش بحاجة لدعم أو مساندة، هذا واجبهم يعني. إذا التزموا بهذا الواجب ونفذوه الله يعطيهم العافية، ما التزموا كمان أنا بغنى عن التضامن. مقصدي من هذا الكلام حزب العمال الكردستاني وبكل تفريخاته ينتهك هذا المبدأ، مبدأ السماح يعني حماية حقوق الإنسان والسماح للإعلاميين بالتحرك لرصد ما يجري في مناطق الحرب. هذا في مناطق الحرب مش في مناطق السلم. يعني روجافا هي مش منطقة حرب، مش ساحة حرب. ورغم ذلك الصحفيين هنالك صحفيون الآن في سجون حزب الاتحاد الديمقراطي وقوات حماية الشعب وقوات قسد الآن يعني موجودين
صحفيين آخرين ربما ينتظرون دورهم للاعتقال والاستهداف الجسدي أيضا. النقطة الأخرى العمل على تحضير أرضية لتأسيس لجنة لبحث في جرائم الحرب، بحيث يضمن، طبعا الترجمة ركيكة شوي، بحيث يضمن التزام طرفي الصراع. مقصود طرفي الصراع يعني حزب العمال الكردستاني والطرف الآخر، مش مذكور الجانب التركي، لكن لنعتبر الجانب التركي جزء من الصراع، أو لنعتبر المجلس الوطني الكردي جزء من الصراع مع حزب العمال الكردستاني في سوريا، يعني لنعتبرهم طرفي الصراع. طيب لجان تقصي الحقائق شو ساوت؟ يعني هيومن رايتس ووتش لما اجت لتحقق في مجزرة عامودة، يعني ضللوا اللجنة وكذبوا عليها، يعني وفبركوا بشتى الوسائل لكي يعني يبرروا أنفسهم من وأظهروا المتظاهرين المدنيين على أنهم مسلحين وهم الضحايا. هيك سوى حزب الاتحاد الديمقراطي وريدور خيلول، وما يعني في فيلم وثائقي يتناول هذه الحادثة، حادثة تضليل هيومن رايتس ووتش. ومش بس هيك، يعني هيومن رايتس ووتش وامنستي انترناشونال كل ما بيطالعوا تقرير ينتقد السلوكيات العسكرية لحزب العمال الكردستاني وتفريخاته في سوريا، بتلاقي صحفيين بيهاجموا هاي الصحفيين، مش بس الموالين لحزب العمال الكردستاني، لا يعني المستنفعين او اللي يعني بيتحركوا في مستنقع هذا الحزب بيهاجموا التقارير المنظمات الدولية، بالرغم أنه في هنالك مئات التقارير لأمنستي انترناشونال تنتقد النظام السوري فيما يتعلق بحقوق الأكراد، تنتقد النظام الإيراني، وتنتقد النظام التركي. يعني منظمة دولية ما لها علاقة، يعني منظمة عفو دولية ما لها علاقة بقضايا التأسيس. وربما البعض يحاول التأثير على قرار أو خيارات أو تقارير هذه المنظمة. ممكن الأكراد أيضا، يعني أو الموالين لحزب العمال الكردستاني انتسن لهم ذلك، ما بيأثروا بهذا الخصوص. لكن تم استهداف المنظمتين الحقوقيتين الدوليتين المدنيتين المحايدتين، يعني. وهذا أيضا يعني نرى أنه هذا المبدأ والبرنسيب الموجود تم انتهاكه من قبل أصحابه أو من في حكمهم، يعني أو الموالين لحزب العمال الكردستاني، أو اللي بيحاولوا يكونوا يعني عندهم شوية بزنس إعلامي أو شيء من هذا القبيل مع حزب العمال الكردستاني. هذا بالنسبة للمبدأ الثالث، يعني. إذا ما في قصة الضمانات، تحقيق أرضية وضمانات لجان مدنية أنه تجي وتتحرى وتكتب، ما فيها القصة. بحسب القوانين الدولية سيتاح للمؤسسات المدنية البحث والتحقيق، سيتم يعني منح الضمانات. طبعا هذا الكلام مستحيل قولا واحدا، والتجارب أثبتت يعني صحة بطلان هذا المبدأ اللي بينادوا فيه. فيما يتعلق بالطفل والانتقادات التي توجه لحزب العمال الكردستاني على أنه يعني جند الأطفال، شو بيقول الجناح العسكري في هذا الخصوص؟ وقياسا على هذا المبدأ يبتنى مقتضاه، يعني أنا المصدر تبعي ميثاق أو النظام الداخلي أو مبادئ عمل الجناح العسكري لحزب العمال الكردستاني. شو بيقول تناول أمن الطفل والنساء والشيوخ وبحماية خاصة، يعني وضعية. طبعا هذا شيء كثير إيجابي، يعني. والتشديد على تطبيق ذلك، يعني أنه أبدا ما يكون في أي شكل من أشكال انتهاك لحقوق الطفل والمرأة. وطبعا تاريخ حزب العمال الكردستاني وحاضره زاخر
زاخر بانتهاك هذا المبدأ اللي ينادي به الحزب نفسه. نقطة أخرى، يمنع إعاقة حق الطفل في التعليم، وبناء عليه يمنع استهداف المدارس. طبعا هذا قولا واحدا أبدا مش صحيح. مش بس يعني في التسعينات حزب العمال الكردستاني كان بيستهدف المدارس في المدن وريف كردستان تركيا على أساس أنه هاي المدارس يعني تدرس الكماليزم والفكر الكمالي وتعمل عملية سهر وتتفيك للمجتمع الكردي. وحزب العمال الكردستاني اللغة الأساسية والرئيسية في الحزب كانت اللغة التركية. عشرات يعني المدرسين تم اختطافهم ومنهم من تم قتلهم. عشرات المدارس تم استهدافها بالنيران بالقصف يعني من قبل حزب العمال الكردستاني. هذا في التسعينات. الآن نحن في 2021. حزب العمال الكردستاني حفر أنفاق عسكرية تحت المدارس، تحت مدارس الأطفال. يعني مش بس بيعرض حياتهم للخطر ويمنع عملية منع التدريس وأدلجة التدريس. هذا مثبت ويعني حزب العمال الكردستاني مضبوط بالجرم المشهود فيما يتعلق باستهداف الأطفال على صعيد التجنيد، وسآتي على ذكر ذلك بالوثائق يعني وبالتقارير الدولية كمان اللي قلنا أنه هيومن رايتس ووتش انتقدت وحدات حماية الشعب. طبعا هذا المبدأ يعني حماية حق التعليم والمدارس وحماية الأطفال، يعني واحد هيك بيقرأ هاي المبادئ بيقول يعني قوات الدفاع الشعبي الكردستاني ملائكة وفعلا دستور ونظام وورقة مبادئ لا غبار عليها. لكن أسمع كلامك أصدق، أشوف أمورك أستعجب. يعني الحزب هو أكثر من ينتهك المبادئ التي ينادي بها في هذه النقاط التي أوردها. النقطة كمان ثانية يتحدث عن احترام الأديان، هذا موضوع آخر. إذن في كمان مبدأ آخر موجود بشكل واضح وصريح في هذا القوانين والمبادئ الموجودة على الموقع الإلكتروني. لا يجوز يعني في فقرة قوانين استخدام الأسلحة شو بتقول؟ يعني المبدأ الثاني: لا يجوز تسليح من هم دون 18 من العمر. مبدأ واضح وصريح، وأنا كبرته هيك عملت له زوم وسكرين شوت وفي الفيديو مشان تشوفوا. طبعا في الجزء الآخر من الفيديو راح أورجيكم من جريدة الحزب المركزية، من جريدة سرخبون، ونماذج يعني راح أحكي عنها كيف أنه هذا المبدأ تم انتهاكه بشكل صارخ وبشكل فاضح في التسعينات ومستمر حتى اللحظة، حتى لحظة تسجيل هذا الفيديو. هذا المبدأ تسليح أو تجنيد اللي دون سن 18 يعني ما زال حزب العمال الكردستاني ينتهك هذا المبدأ اللي بينادي به. طبعا تجنيد يعني تعال هون يعني منك له المشتغلين في حقل الإعلام والموالين لحزب العمال الكردستاني، أنتم بتعرفوا أنه تجنيد الأطفال جريمة حرب؟ طبعا بتعرفوا. أنتم بتعرفوا أنه جرائم الحرب لا تسقط في التقادم؟ كمان تعرفوا. أنتم بتعرفوا أنه كل منظمة مدنية يعني أو حتى ولو لا تمارس الفعل العسكري، منظمة إعلامية، منظمة اجتماعية، اللي بتغطي وتسكت عن تجنيد الأطفال، وهي كمان وإلها علاقة بهاي السلطة،
سلطة حزب العمال الكردستاني، ومستفيدة من هذه السلطة، جزء من هذه السلطة، تروج لهذه والسيستم والقصص هي كلياتها. هي كمان هذه المنظمة وفق القانون الأوروبي، وفق القانون الدولي، يعني ممكن إحالتها للمقاضاة والتقاضي وتحاكم. يعني كل الموجودين حاليا في حزب الاتحاد الديمقراطي في البلدان الأوروبية، خالد عيسى، ما مست خالد اللي أنت دارس دكتوراه بالقانون في باريس، أنت بتعرف هذه المبادئ. تجنيد الأطفال، شو يعني تجنيد الأطفال؟ يمكن المسؤول يعني تبعك أو المسؤولين السياسيين في حزب الاتحاد الديمقراطي، بلا ما أذكر أسمائهم، ما عندهم اطلاع، ما عندهم دراية بهذا، بس أنت بتعرف يعني. آخرين الموجودين في ألمانيا مين يعني؟ اللي فاتح لي دكانة وهمية باسم ما بعرف شو بلا حدود، محامون بلا ما بعرف شو بلا حدود، يعني في شغله هيك بدون حدود يعني. ان لازم يسموا يعني الموالين لحزب العمال انتهاكات بلا حدود، انتهاكات يعني، او المنظمات التي تدعم بلا حدود انتهاكات حزب العمال الكردستاني اللي هي بلا حدود. كل هؤلاء امام القضاء الاوروبي في فرنسا وفي بلجيكا وفي المانيا وفي السويد وفي اي مكان، اي مكان، هؤلاء اذا ثبت بشكل أو بآخر ارتباط بحزب العمال الكردستاني، مش لأنه حزب العمال الكردستاني منظمة مصنفة كتنظيم إرهابي في البلدان الأوروبية، لا لا لا، هذا موضوع حطوه على جنب. انتهاكات حزب العمال الكردستاني وجرائم ضد الإنسانية التي اقترفها حزب العمال الكردستاني، أنتم أيضا تتحملون مسؤوليتها أمام القضاء، أمام القضاء، وبالدليل ومن يعني المبادئ والمعايير اللي الحزب وضعها وانتهكها، وسأكشف جزء يسير جدا من تلك الانتهاكات بالصور والأدلة من جريدة الحزب المركزية. على فكرة، جريدة الحزب المركزية سرخبون هي مادة وثائقية قوية جدا 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 لأي جهة حقوقية، لأي جهة حقوقية معنية بحقوق المرأة ومعنية بحقوق الطفل والمجتمع. بإمكان هذه المادة الوثائقية التي تضبط الحزب بالجرم المشهود فيما يتعلق موضوع تجنيد الأطفال، ويعني هذه وحدها يعني جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقاضي. لمن يود العودة إلى أرشيف الجريدة وهي موجودة. أما الحزب يشيل كل هالأرشيف، وحتى لا يعني مثل ما بيقول سبق السيف العزل يعني، حتى إذا أراد الحزب الآن إزالة كل هذا الأرشيف، لأنه دليل ضد الحزب فيما يتعلق بتجنيد الأطفال في حقبة الثمانينات، في حقبة التسعينات، وحتى هذه الفترة أيضا يعني. مادة وثائقية أرشيفية قوية جدا جدا قانونيا ووثائقيا فيما يتعلق بضبط الحزب بالجرم المشهود بخصوص تجنيد الأطفال. أحيانا بعض المنشقين عن حزب العمال الكردستاني يعني يحاولوا أن يعني يستخفوا بانتقادات هوشنغ لحزب العمال الكردستاني على أساس أنهم مارسوا العمل المسلح وحملوا السلاح وكانوا في الجبال، وأنه هوشنغ يعني يقول أمور بسيطة وأمور سطحية. طبعا يعني بالنسبة لهم هذه أمور بسيطة وسطحية. هذا رأيهم. يعني إذا بيعتبروا انتقاد حزب العمال الكردستاني على امتداد عقد من الزمن، يعني شخص ينتقد حزب العمال الكردستاني مدة عقد ولوحده،
لا يدعمه أحد، لا جهة سياسية، لا جهة حقوقية، لا جهة إعلامية، لا جهة أبدا، ولا حدا يعني. يستهدف حزب العمال الكردستاني على الصعيد الإيديولوجي وفي العمق ومن كتب أوجلان، وعلى الصعيد الوثائقي في العمق ومن الجريدة المركزية للحزب. على صعيد المرأة، أوجلان وعلاقته بزوجته، ذكر زوجته الثانية أو ما قيل أنه زوجته الثانية ميرال قدر، والخلاف بينه وبين كسيرة يلدرم، وتصفيات من هو جميل بايك، من هو دوران كالكان، كل هذه التفاصيل اللي يعني القيادة الأيديولوجية والقيادة الاستراتيجية والقيادة حتى العسكرية، يعني في حزب العمال في أكثر من مستوى. وعلى الصعيد الثقافي كمان، شخص ينتقد حزب العمال الكردستاني، وربما يعني لدى البعض يعتبرون هاي الأمور سطحية وأمور عادية وأمور يعني لا تمس العمق بالنسبة لديهم. فليتفضلوا، فليتفضلوا وينتقدوا حزب العمال الكردستاني بعمق وبجرأة وبمنطق الباحث والخبير والمجرب وحامل السلاح اللي كان في يوم من الأيام في الجبال. اتفضل، يعني أنا مش ماسك حدا، على العكس تماما. أنا في عشرات المرات في الفيديوهات أطالب اللي كانوا في يوم من الأيام جزء من هذا الحزب فليتفضلوا ويسردوا ما لديهم. أنا لما في يوم من الأيام كنت أدافع عن هذا الحزب انتقدت بعض الناس، هل معلوماتي صح ولا غلط؟ أنا مصدري كان هات قوات الدفاع الشعبي الكردستاني، عندي إيميل من قوات الدفاع الشعبي الكردستاني حول شخص زيد من الناس يعني، وكتبت في مقال لما كنت أبوتشي في سوريا، يعني صاحب العلاقة بإمكانه بمنتهى البساطة أن يفند بما لديه من معلومة وانتهى الموضوع. يعني أو فمن يعني يرى بكل تأكيد الجرائم التي ارتكبها حزب العمال الكردستاني، الفظائع والانتهاكات التي ارتكبها ويرتكبها، يعني ما قاله هوشنغوس، واحد في المليون. نعم، أنا لكن فليتفضل من يرى في نفسه الخبرة والجرأة والعمق في انتقاد حزب العمال. والله أنا هذا لا يكلف الله نفسا أنا إلا وسعها، أنا هذا وسعي، أنا مستواي في العمق في التناول تجربة حزب العمال الكردستاني إعلاميا، أيديولوجيا، سياسيا، زعيميا، قياديا، ميدانيا، عسكريا، ثقافيا. أنا هذا مستواي، يعني ما عندي شيء تاني. اللي عنده شيء تاني وبيشوف إنه أدائي في النقد سطحي ولا يمارس لا يلامس العمق، فليتفضل يرنا يعني ما لديه من عمق ومن جرأة ومن قوة ومن حذاقة ونباهة في نقد تجربة حزب العمال الكردستاني. أهلا وسهلا. أنا بدي شيء واحد يخفف عني هذا العبء. أنا بدي أنه الكثير من الناس من الذين كانوا ضمن هذا الحزب والآن خارج هذا الحزب ومغضوب عليهم فليتفضلوا ويتحدثوا. إجمالا المبادئ اللي مذكورة في ميثاق أو الموقع الإلكتروني لقوات الدفاع الشعبي الكردستاني انتهكها حزب العمال الكردستاني وجناحه العسكري في تركيا وفي العراق وفي سوريا وفي إيران. هذه المبادئ أول من ضربها عرض الحائط هو الحزب نفسه صاحب هذه المبادئ. إذن يعني كيف للجهات الدولية أن تثق بهذا الحزب اللي بينتهك ميثاقه، اللي بينتهك يعني ميثاق الحزب ومبادئ الحزب فيما يتعلق بممارسة العنف والحرب
الأصدقاء الأعزاء، النماذج اللي عرضتها هلا حاليا هي من جريدة سرخبون، الأعداد الصادرة في 1995. الاتفاق المبرم كما ذكرت كان في 2014، هو تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش في 2015. طبعا تجنيد الأطفال في وحدات حماية الشعب والتشكيلات العسكرية الموجودة في شمال سوريا أو شرق الفرات، أو يعني بصرف النظر عن التسمية الجغرافية، كردستان سوريا وكردستان الغربية منطقة جغرافية فيها نشاط عسكري لحزب العمال الكردستاني. السلوك هو السلوك متأصل في بنية الحزب، في تركيبة الحزب. يعني ربما يقول قائل أنه هيك كانت حركات التحرر الوطني في الحركة الفلسطينية والأحزاب الكردية في كردستان العراق وكردستان، يعني الحزبين الكرديين، الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني والفصائل الإسلامية، كل من حمل السلاح ارتكب هذه الكوارث. نعم، نعم، يعني ممكن هذا الكلام ممكن وجائز ووارد وطبيعي، يعني قياسا بهذا المنطق، هذا المنطق اللي بيجيز هذا الكلام. لكن حزب العمال الكردستاني منذ سنة 2000 ومنذ يعني تغيير اسمه وبرنامجه وأهدافه مع حركة التحرر الوطني، أصلا السلاح مبرر وجدوى حمله للسلاح غير موجودة. إذا بترجعوا لميثاق الحزب أو الجناح العسكري، المبادئ اللي على أساسها حزب العمال الكردستاني يمارس حق الدفاع المشروع، أنه هاي الوسيلة لفتح الباب أمام السياسة. السياسة في تركيا تعاني من مأزق وانسداد، ونحن حملنا سلاح مضطرين. وهذا كلام قولا واحدا مش صحيح، مش صحيح. البرلمانيين الكرد دخلوا البرلمان التركي في 91، تم اعتقالهم نعم، لكنهم عادوا ودخلوا البرلمان في 99 في 2000 وبشكل مستقل، يعني بال 2007 ب 2000 يعني كمستقلين. بعدين هؤلاء المستقلين جمعوا عملوا كتلة وتم حظر الحزب تبعهم، عملوا حزب ثاني. تعدد أسماء الأحزاب وولادة الأحزاب وكذا إذا هنالك هامش ديمقراطي، إذا هنالك مجال سياسي للعمل السياسي. ما جدوى السلاح؟ هذا السلاح فقد جدواه، فقد مبرراته. هذا من جهة. حزب العمال الكردستاني فقد مبرراته، لأنه حاليا لا يدعو إلى الدولة القومية، بل يحاربها ويشيطنها، يشيطن هذه الدولة القومية. إذا أنت في إعلامك تقول الاحتلال التركي، ولا تدعو يعني تصف من يصف الأتراك بقوة احتلال. ينبغي أن يحرر كردستان بالمعنى التقليدي الكلاسيكي لكلمة التحرير. واحد يكون منسجم مع الخطاب تبعه، يعني يكون في ما في تناقض. خلي يطلع لي حسين جمو ويشرح لي هذا التناقض، كونه حاليا هو أو غيره يعني ينظرون يعني لهذه التجربة ويدافعون عنها بقوة. تفضلوا. من يطلق على تركيا والجيش التركي بالاحتلال، هذا يعني أنه يدعو إلى تحرير هذه الأرض المحتلة. إذن فليكن تلك الدعوة لتحرير كردستان واضحة وصريحة، وبالدليل القطعي الثابت الدلالة في النظام الداخلي لحزب العمال الكردستاني وفصيله العسكري. يعني مش معقول هالفجوات والتناقضات والتخبطات في الخطاب السياسي والإعلامي والأيديولوجي لحزب العمال الكردستاني،
وكمان مش معقول هذا الكم المتهافت من التغطية على هذه الفجوات الاحتراء السياسي والاحتراء حتى الأخلاقي يعني. طيب السلاح فقد جدوى، والحزب أيضا كحركة حاليا ليس حركة تحرر اجتماعي. آلدار خليل بيقول المهم أن يكون الإنسان حرا وليس أن يكون ما بعرف شو ومن الكلام. إذن أنت حركة تحرر اجتماعي، حركة كحزب سياسي، لا حزب سياسي. جدول العمل المسلح يعني انتفت ضروراته وموجباته وأسبابه طبقا للنظام الداخلي للحزب ومطالب الحزب ومشاريع وطروحات الحزب. فحزب العمال الكردستاني منذ سنة 2000 بعد اعتقال أوجلان ليس بحركة تحرر وطني بناء على المشاريع والطروحات والسياسات، وطالما أنه ليست حركة تحرر وطني وفق المفهوم اليساري والقومي والمتعارف عليه في يعني في قاموس المصطلحات السياسية أو علم الاجتماع السياسي، إنه هذا مش حركة تحرر وطني. طيب ليش يحمل السلاح؟ مش حركة تحرر وطني. طيب ليش يجند الناس؟ مش حركة تحرر وطني وفق التبرير التقليدي. انه طيب ليش يجند الاطفال؟ شو اللي بيخليه يجند الاطفال من سنة 2000 وحتى الان؟ صار له عقدين من الزمن في تجنيد، عقدين من الزمن حتى هذه اللحظة الاطفال تحت السلاح. اذا هذا الحزب منذ سنة 2000 وحتى الان، دعونا من يعني ما قبل 2000، منذ سنة 2000 وحتى الان يمارس جرائم ضد الإنسانية. قد يقول قائل أنت كنت مع هذا الحزب. نعم أنا كنت مع الحزب، وأنا الآن أنتقده وأنتقد نفسي، ومئات المرات اعتذرت عن تلك حقبة دفاعي عن ذلك الحزب. وعندما أرى الآن الانتهاكات الموجودة في الموثقة في جريدته المركزية، وأرى الأطفال الذين قضوا حياتهم يعني فقدوا حياتهم في هذه الحرب المجنونة والظالمة، أشعر بالخزي والعار. أنا كيف كنت مع هذا الحزب؟ كيف في يوم من الأيام دافعت عن هذا الحزب الذي مارس يعني كل هذه الانتهاكات؟ الحمد لله يعني أنا لم أحمل السلاح، يعني نتيجة الوضع الصحي. لو كان وضعي الصحي يسمح الحزب كان أخذني على الجبال مثل ما أخذ شحن كثيرين. يعني لم أحمل السلاح حتى في زيارتي في 2007 وأنا بوتشي متشدد في جبال قنديل. الكثير من المقاتلين أرادوا أن يلتقطوا لي صورة من ضمن الصور التي التقطتها بالسلاح وبالبندقية. أنا رفضت. هناك رفضت مبدأ السلاح في جبال قنديل في مناطق الدفاع المشروع، ورفضت السلاح. قلت للمقاتلين، للكثيرين من المقاتلين، حتى بنات قلت لهم أنت ليش يعني مو حرام امرأة تحمل سلاح يعني؟ هناك قلت هذا الكلام وانتقدت السلاح، ولم التقط الصور التذكارية مع السلاح يعني أبدا. وحتى يعني صوري الموجودة لدي ما في صور يعني مع مقاتلين كيف يحملوا سلاح، لا أبدا، ما في. ولم أحمل البندقية مثل ما فعل كثيرين من الكتاب والصحفيين اللي اجوا لهنيك والتقطوا صور التذكارية مع بنادق المقاتلين. أنا ما سويت مش ما سويت هذا الموضوع لأنه يعني مش مقتنع بمنطق السلاح في تلك الفترة، وأنا أبوتشي وأدافع عنهم يعني. واعتذرت عن تلك الحقبة، وأنه في تلك فترة التأجج العقائدي والأيديولوجي يعني، وأثناء دفاعي عن حزب العمال الكردستاني بالتأكيد يعني ألحقت الأذى بنفسي وبناس كثيرين واعتذرت، لكنني لم أتسبب في مقتل أحد. أنا لم أجند شخصا ويعني
فليأتي الآن اللي ضمن حزب العمال الكردستاني أو اللي خارج حزب العمال الكردستاني اللي تركوا، ويقولوا لي والله يا هشام قوسين أنا كنت من الدرباسية وأنت جندني أثناء نشاطك ضمن حزب العمال الكردستاني، أنت من جندني وأدخلني ذلك الحزب. فليتفضل يذكر شخص من الناس يأتي ويقول بالدليل القاطع أنت فلان أنت جندتني ضمن حزب العمال. لا، نشاطي ضمن حزب العمال الكردستاني كنشاط مدني، نشاط مدني، توعية، دعاية، توزيع المناشير، جمع التبرعات، التحشيد، كل ما يتعلق بالأمور المدنية، فيما بعد العمل الإعلامي. أما ما يتعلق بالأمور العسكرية والأمور اللوجستية والتسليح وهاي القضايا اللي لها علاقة بالجبال والكفاح المسلح ما لي علاقة فيها. يعني لم أتورط، لم تتلطخ يداي بدماء رفاقي، أنا ما سويت هذا الشيء. وصار لي يعني 10 سنين أنتقد هذا الحزب وأقدم اعتذارات، وإزاء هؤلاء الأطفال أنا أشعر بالخزي والعار. كيف أجلاء لا يشعر بالخزي والعار؟ قيادة حزب العمال الكردستاني حاليا في جبال قنديل من كبيرهم إلى صغيرهم، من باهوس آلدال حتى جميل بايك، كيف لا يشعرون؟ يعني الصور التي سأنشرها في هذا الفيديو من جريدتهم المركزية كيف لا تشعرهم بالخزي والعار؟ الموجودين هنا في البلدان الأوروبية كيف يهنأ لهم بال هيك ياكلوا هيك يستسيغون اللقمة اللي بيبلعوها وهم يعني يرون حتى هذه اللحظة يتم تجنيد الأطفال والزج بهم في حروب حزب العمال الكردستانية المجنونة والعبثية، والتي لا طائل منها غير الكوارث والجرائم ضد الإنسانية. هذول كيف مرتاحين؟ يعني اللي بيدافع عن سخافة سلاح حزب العمال الكردستاني، كوارث سلاح حزب العمال الكردستاني، كيف هؤلاء يعني بيشوفوا الأطفال؟ طيب لندع هذا الموضوع يعني أيضا، يعني هذا التبرير أنه من سنة 2000 يعني ليس حزب، لا حركة تحرر وطني يعني، والسلاح أيضا فقد جدواه. والحزب أصلا المبدأ الأساسي الاستراتيجي اللي تأسس عليه الحزب الدولة القومية صار يشيطن، يعني يقطع جذع الشجرة التي يقف عليها الحزب نفسه. طيب قد يقول قائل أنه نعم يعني الأحزاب الكردية في كردستان العراق، مسعود برزاني حمل السلاح في 61 في ثورة أيلول، كان عمره ما بعرف يمكن 15 16 سنة هيك شيء. نعم ممكن يعني بالضبط لا أذكر، يعني بدها شوية حسابات يعني. لكن من سنة 2003 على أقل تقدير الاتحاد الوطني الكردستاني والديمقراطي الكردستاني هل جندوا أطفال؟ لا، عندهم أكاديميات عسكرية، بيشمركة، مقاتلين البيشمركة في صدق قانوني، اللي بيتطوع يعني نظام معين للتدريب العسكري خاضع للمعايير الدولية. ليش منظمة هيومن رايتس ووتش ما بتطالع تقارير ضد البيشمركة وبتقول وزارة البيشمركة تجند أطفال؟ ليش بس بتطالع على حزب العمال الكردستاني والتفريخات الحزب العسكرية والتشكيلات العسكرية اللي الموجودة في سوريا؟ لماذا؟ خلي يردوا على هذا السؤال. حزب الأحزاب الكردية الأخرى في يوم من الأيام مارست هذا السلوك في الستينات، في السبعينات، ربما في الثمانينات، لكن عندما تستقر الحال، طيب إمتى راح تستقل الحال بحزب العمال الكردستاني ويبطل يجند أطفال؟ المعنيين بهذا الحزب واللي بيدافعوا عن هذا الحزب خلي يجيبوا لي إحصائية من إمتى، مش من 2020، مش من 2000، من 2010، من 2010 وحتى الآن عدد خريجي الجامعات والمعاهد اللي انتسبوا لهذا الحزب.
طالما الموضوع عقائدي وقناعة وفلسفة السلوك والأمة الديمقراطية والجمهورية الديمقراطية ومن كل هالخزعبلات اللي بينظروا فيها من 2010 ل 2020. خلي يعطوني إحصائية بعدد الذين خريجي الجامعات اللي انتسبوا لحزب العمال الكردستاني من جامعة اسطنبول، من جامعة دجلة في ديار بكر، من جامعة حلب، من جامعة دمشق. مين؟ ما أنا بعرف كثيرين من الناس النشطاء اللي كانوا ضمن التنظيم الشبابي الطلابي في جامعة دمشق، ولا واحد منهم انتسب لحزب العمال الكردستاني. الكل كان ينشط وكذا، وبعدين التفت لحياته وحسنا فعلوا، الله يعطيهم العافية. يعني هلا حسين جمو إذا راح انتسب لحزب العمال الكردستاني شو كان صار فيه؟ يعني يا إما انقتل يا إما صار طاغية وصار هو يقتل، واحد من اثنين. يعني جاسم كاركر شباب اللي أنا كنت بعرفهم في دمشق. مين؟ خالد صديقنا خالد، المحامي خالد إبراهيم كان ضمن التنظيم الشباب الناشطين. هوزان بنت أستاذ أحمد خليل، هوزان يعني كانت تدرس في جامعة. كثيرين من طلبة الجامعة. صديقي ريزان الآن روائي. تصوروا أن ريزان ينتسب إلى حزب العمال الكردي، يترك تحصيله العلمي والجامعي أو يتخرج من ثم ينتسب إلى هذا الحزب. شو كان صار فيه؟ لا كان قتل أو قتل هناك أو صار قاتل وتلطخت أيديه بدماء رفاقه. حسن، جيبوا لي الآن إحصائية مراكز البحوث والدراسات والفزلكات، يعني يجيبوا لي إحصائية من طلبة الجامعات والمعاهد العليا اللي انتسبوا لحزب العمال الكردستاني، من جامعة طهران، من جامعة أربيل، من جامعة السليمانية. من حزب العمال الكردستاني ناشط هناك، السليمانية حاطة تحت باطه. فليتفضلوا يطالعوا لي إحصائيات بعدد خريجي وحملة الشهادات الجامعية اللي انتسبوا لهذا الحزب خلال عقد 10 سنوات. أنا بدي 10 سنوات. قديش؟ ما حدا. مش بس هيك، الذين في فترة الثمانينات والتسعينات كثيرين، يعني ناصر حج منصور ومظلوم عبده بيذكروا هالموضوع. يعني دورة 1988 في جامعة حلب أو في معصوم قرقماس بمعسكر البقاع، يعني كله كانوا طلبة جامعة، منهم من تخرج ومنهم من لم يكمل تحصيله العلمي. ناصر لم يكمل، باهوز أردال فأمان حسين لم يكمل، شاهين شيلو لم يكمل، زوهات كوباني لم يكمل. كل هذول انتسبوا لحزب العلم، لم يكملوا تعليمهم، وانتسبوا لهذا التعليم الجامعي. لم ينتسب ولم يكملوا وانتسبوا فيما بعد. الآن في الفترة الأخيرة واحد عنده شوية عقل هيك، شوية وعي، بيفهم، يعني بيترك الجامعة والتحصيل العلمي وبيروح يحمل السلاح وينتسب إلى حزب العمال الكردستاني. في الآن في واحد عنده جنس العقل، يعني بإمكانه أنه يدافع عن هذه، مش جنس الأخلاق، بيدافع عن هذه الانتهاكات وتجنيد الأطفال ويخرس خالص. في هيك شيء؟ يعني هذا الخرس إذا يعني مدفوع، مش كلامي وانتقاداتي مدفوعة الثمن، لا، الخرس والصمت يعني اشتراه حزب العمال الكردستاني ويعني مدفوع الثمن. هذا الحزب، هذا التكوين العسكري، يعني ممكن بشكل أو بآخر أنه نسميه حزب، بس قولا واحدا، لا هو عمال ولا هو كردستاني. هو ليس لا حزب العمال ولا كردستاني طبقا للدستور والنظام تبعه. يعني ماذا تبقى من كردستانية هذا الحزب طالما يعني يشيطن ويحاول أن يقسم المقسم، يقسم ما هو مقسم. يعني كان في صراع بين السليمانية وأربيل، الاتحاد كذا، صار طرف ثالث، ولا عم يعمل لي خوسرية ديمقراطيك في قنديل، وخوسرية ديمقراطيك في شغال، وخوسرية ديمقراطيك في مخمور
وكل هذه البلاوي هذه القصص. إجمالا يعني كدليل على تجنيد الأطفال، تجنيد الأطفال فقط نماذج قليلة جدا يعني سأذكرها، لأنه جريدة سرخبون، الجريدة المركزية لحزب العمال الكردستاني، تفيض بأسماء الأطفال وبصور الأطفال تحت السلاح، أسماء الأطفال اللي فقدوا حياتهم ضمن هذا الصراع. في سنة 1995 جريدة سرخبون عدد شباط الرقم 185 الصفحة 21 في اسم لأحد الذين فقدوا حياتهم، اسمه إبراهيم بيليبوس، الاسم الحركي تشاكدار، تاريخ المكان وتاريخ الولادة بازارتشيك 1976، تاريخ الانتساب 93، وتاريخ الانتساب باليوم 10 مارس 93، تاريخ فقدانه لحياته 31 ماي 94. يعني هو انتسب للحزب وعمره 17 سنة وفقد حياته وعمره 18 سنة. هذا واحد. في العدد 160، يعني راح أقفز على الأعداد من شباط إلى نيسان، عدد آذار راح أتركه، يعني نماذج من الأعداد. يعني في العدد 160 عدد نيسان 1995 الصفحة 16. في كمان هون عثمان جور، الاسم الحركي أردال بلينج، تاريخ المكان وتاريخ الولادة تطوان 1998، تاريخ الانتساب للحزب 1900 تاريخ الولادة مكان وتاريخ الولادة تطوان 1978، تاريخ الانتساب 1991، تاريخ فقدانه لحياته 5 حزيران 94. يعني هذا الشخص عندما انتسب للحزب كان عمره 13 سنة. 13 سنة يا خالد عيسى، 13 سنة، 13 سنة يا نواف خليل. هذا الشخص انتسب، هذا الطفل انتسب للحزب وعمره 13 سنة وفقد حياته وعمره 14 سنة. راضين عن هذه الكارثة. كمان في الصفحة 17 هنالك اسم لمقاتل آخر أو لمقاتلة هاتيتشا كيليش، الاسم الحركي سرهلدان تشاكدار، مكان وتاريخ الولادة أضنا 1977، تاريخ الانتساب للحزب 1992، تاريخ فقدانها لحياتها 11/6/1994. يعني عندما انتسبت للحزب كان عمرها 15 سنة. مواليد 77، الانتساب 92 وفقدانها لحياتها في 94. يعني أنه كان عمرها 15 سنة لما انتسبت للحزب وفقدت حياتها 17 سنة. هذه الطفلة التي حملت السلاح دفاعا عن حزب يعني ساروكي نتاوي، قائد الشعب الكردي عبد الله أوجلان. عبد الله أوجلان في سجنه عندما اعتقل لم يعتذر من أمهات الأطفال الذين جندهم عبد الله أوجلان وفقدوا حياتهم في حزبه، دفاعا عن عظمته وتكوين هؤلاء الأطفال اللي شكلوا وكونوا زعامة عبد الله أوجلان، أو من الذين ساهموا في تشكيل وزعامة عبد الله أوجلان تتربع على دماء وجماجم هؤلاء الأطفال، فليسمعها مني الحزب. كانت انتسبت للحزب عمرها 15 سنة وفقدت حياتها عمرها 17 سنة. في نفس الصفحة كمان في
مقاتلة يلدز وتشار. الاسم الحركي جاهدة كهرمان. مكان وتاريخ الولادة جرجش 1975. تاريخ الانتساب للحزب 1991. فقدانها لحياتها في 15 تموز 1994. يعني عندما حملت السلاح كان عمرها 16 سنة. هذه المقاتلة 16 سنة وهي تحمل السلاح. كمان في العدد 161 ماي 1995 الصفحة 16 في بيانات لأحد الأطفال الذين فقدوا حياتهم على أنهم مقاتلين. أرتان تاتش الاسم الحركي جمعة. مكان وتاريخ الولادة دوغوتشانلك سيلفان منطقة فارقين 1900. إذن منطقة فارقين سيلفان 1977. تاريخ الانتساب للحزب 20 آذار 1993. تاريخ فقدانه لحياته 7 تموز 1994. إذن الولادة 77، الانتساب 93، فقدان الحياة 94. يعني عندما انتسب إلى الحزب كان عمره 16 سنة، وحين فقد حياته كان عمره 17 سنة. في العدد 165 سبتمبر، قفزت على أعداد أغسطس وأعداد أخرى. العدد 165 سبتمبر 1995 كما ذكرت في الصفحة 21. كمان في اسم لأحد الأطفال إسكان آدار، الاسم الحركي هارون. مكان وتاريخ الولادة جرشن 1976. سنة الالتحاق بالحزب 1991. سنة فقدانه لحياته 25 آذار 1974. الولادة 76، الانتساب 91، فقدان الحياة 94. إذن عندما انتسب للحزب وحمل السلاح كان عمره 15 سنة. هذه نماذج يعني من فقط من بعض أعداد جريدة سرخبون في سنة 1995. الآن سأنشر يعني صور لأطفال آخرين في أعداد يعني أخرى متفرقة مرفقة ببيانات كما رأيتم يعني أطفال فقدوا حياتهم تحت السلاح. جندهم حزب العمال الكردستاني في حربه وصراعه من أجل كردستان ومن أجل تشكيل دولة قومية للأكراد. ويعني
أنا عندما يعني أتصفح أرشيف الجريدة وأرى هذه الصور أكرر بالفعل، يعني أشعر بالخزي والعار تجاه هؤلاء الضحايا. كيف كنت في يوم من الأيام أساند وأدافع عن حزب قام بتجنيد الأطفال؟ أخلاقيا، حتى ولو لم أكن أمتلك ذلك الوعي، أنا أعتبر نفسي مسؤولا. لكن هذا الشعور هل يقاسمني إياه يعني كل الذين تركوا حزب العمال الكردستاني؟ لا لا، يعني الموجودين داخل هذا الحزب هو أصلا يعني متورطين وضالعين حتى يعني أرنبتي فوق، حتى قمة رأسهم، يعني ضالعين ومتورطين في هذه الانتهاكات وهذه الجرائم ضد الإنسانية. اللي تركوا هذا الحزب أو اللي أعتقد أنهم هم أيضا يعني في داخلهم الحس الإنساني، الحس الأخلاقي، الموقف من هذه الانتهاكات هو الذي دفعهم بشكل أو بآخر إلى ترك هذا الحزب. هم من داخلهم أيضا يعتسرون ألما، ويعني أشعر بغليانهم وبعمرهم الذي ذهب هباء في الدفاع عن هذا الحزب. يعني هذا الحزب كيف يمكنني أن أدافع عنه بعد اكتشافي وبعد صدمتي يعني لهول الفضاء التي ارتكبها، يعني معذرة يعني فضلا عن عدم استطاعتي الدفاع عن هذا الحزب، لا أستطيع أن أسكت، أن أبقى ساكتا عن هذه الجرائم. في هذه الفيديوهات وفي هذا الفيديو أقدم مادة وثائقية أو ذات طابع وثائقي فيما يتعلق بهذه الانتهاكات. بإمكان من يشكك أو يفند أو يود أن يفند أن يرد بما لديه من نفس المصدر. أنا هنا اعتمدت مصدرين يعني أساسيين: الموقع الرسمي لقوات الدفاع الشعبي الكردستاني، وجريدة الحزب المركزية جريدة سرخبون، بالإضافة إلى بعض الروابط ستجدونها أسفل هذا الفيديو، يعني مرجعيات قانونية وإعلامية. شخصيا يعني أشعر بأسى عميق تجاه هؤلاء الأطفال. هؤلاء الأطفال الذين يعني الآن يوجد أمثالهم أو أضعافهم ضمن صفوف هذا الحزب، ولا أحد يحميهم أو لا أحد يمكنه أن يضغط على هذا الحزب لكي يفك أسر هؤلاء الأطفال من سلاحه. لا الولايات المتحدة الأمريكية، لا إلهام أحمد، لا ألدار خليل، لا باهوس، كل هؤلاء متورطين في هذه المقتلة والمذبحة التي يتعرض لها أطفال الكرد تحت مسمى حزب العمال الكردستاني. مؤسف يعني أنا أقول هذا، لكن من شدة الألم والأسف والأسى يعني لا يسعني إلا تقديم الاعتذار لهؤلاء الضحايا. يعني صدقا لم أكن أعلم في السنوات الأخيرة حتى اكتشفت هذه الكوارث يعني. لكن لكم مني أيها الأطفال الذين فقدتم حياتكم تحت سلاح حزب العمال الكردستاني وشعاراته البراقة الكاذبة، لكم مني الاعتذار الشديد والعميق إلى آخر لحظة في حياتي. ربما يعني يظهر كما جرت العادة
من يستهدفني بالإهانة والشتم والتخوين وما إلى ذلك. في تقديري من يمتلك الحس الإنساني أو حس العدالة أو القليل من الأخلاق ينبغي أن يتجه إلى تلك الجهة التي تحولت إلى مطحنة طحنت يعني آلاف الأطفال، وما زالت هذه المطحنة تعمل على دماء هؤلاء، تبني أمجادها على دماء. أين تلك؟ لا، حتى لا توجد أمجاد أيضا يعني على دماء هؤلاء الأطفال. أكتفي بهذا القدر على أمل استيقاظ ضمير ووجدان بعض الذين أحالوا ضمائرهم على التقاعد المبكر يعني، وما زالوا مستمرين في صمتهم حيال هذه الكوارث والتغطية عليها. حتى موضوع آخر، دمتم بخير.